السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهاردة هنستهل حلقتنا دي ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. ونشهد جميعا بأن سيدنا النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، رسائل كتير بتجيني، فطبعا زي ما انتم فاهمين ما بحبش ارد على رسالة مني ليه على الخاص، عشان خاطر الكل يستفاد. واحد بيسألني اعمل مشروع ايه، فرديت عليه قلت له حان الآن وقت أنية الحمام الزاجل. الزاجل ازاي يا برجو؟ اللي انا عايز افهمه لك ان دلوقتي الدنيا بقت هوس، وكل الشباب والمبتدئين والكبار بدأوا دلوقتي يلتجئوا لموضوع تربية الحمام الزاجل عن طريق حاجة اسمها لوفيت، بيت بمواصفات بشكل بديكور معين الحمام بيعشقه وبياخد عليه وبيبتدي يتعامل من خلاله، يخرج يطير يجي يدخل من ما بين السلك والحوارات دي ويبتدي يتعايش ويبتدي يقف جوه على مكاسح او مجاسم متنية كده، والشاب ده زي الفل. الحمام ده بيدخل مسابقات، بيدخل مسابقات، وفي ناس ملهاش في المسابقات بس غاوية حمام زاجل، وفي ناس بتفرخ وبتدي للناس اللي غاوية مسابقات. فهو في كلا الحالات لقمة عيشه حلوة، لقمة عيشه حلوة. طب انا اعرف ازاي يا بيرجو هل الزواج اللي يعني ده فيه كذا نوع وكذا شكل وكذا منظر وكذا قبيلة وكذا كتيبة وكذا فرقة وحوارات؟ والله انا اقدر اقول لك ان انت تتعامل مع جمعية الحمام الزاجل في القاهرة. طب انا مش من القاهرة، اتعامل مع جمعية الحمام الزاجل الخاصة بمدينة كذا اللي انت منها. طب ليه يا عم اسامة؟ علشان الجمعية جواها اعضاء وليها رئيس، ليها رئيس وجواها اعضاء، ولا يسمح رئيس الجمعية ان هو يدمر هذا الكيان لو عضو من الاعضاء اداك حمامتين ملهمش لازمة او وحشين. فانت هتخش جمعية الحمام الزاجل اللي انت تابع ليها، شوف نفسك في مدينة ايه، واكتب على جوجل جمعية الحمام الزاجل في مدينة كذا، هتلاقي عندك في قلب المدينة او في قلب المحافظة او في قلب القرية او في قلب البلد اللي انت فيها جمعية الحمام الزاجل. ناس اعضاء حلوة معاها كارنيهات وبترمي ومحافظة على نفسها وناس رتب. هتدخل من غير عضوية ومن غير بلا ازرق، هتسلم على اللي موجودين او تسأل اللي موجودين او الساعي، او لو قافلة تشوف بالتليفون كده تتصل تشوفها فاتحة امتى وتكلمهم. بتبقوا موجودين امتى؟ يقول لك يوم الفلاني الساعة كذا، اليوم الفلاني الساعة كذا. تروح وانت حاطط في بطنك بطيخة صيفي، تلاقي الاجتماع، تقعد تتكلم معاهم. سلام عليكم. وعليكم السلام، انا مبتدئ وعايز اشترك معاكم في الجمعية وعايز اتعلم الرمي، وتفهم الاصول والرمي على حق. لعل وعسى من خلال كلامي ده تصير عضوا من هذه الاعضاء وصديقا لهم وبطل من الابطال اللي قاعده، وتبقى في يوم من الايام تقول ده كان اسامه بيرجو ترمز بابا المجال واللي صلى على النبي يكسب هو السبب في ان اكون في المكان ده. واحد كان بيكلمني قبل كده من 5 سنين، عايز اشتري الحمام الزاجل لو نزلت السوق لو نزلت السوق لو نزلت السوق. فضل يرغي على السوق، قلت له بلاش تشتري من السوق طالما انت بتقول يا رب يا هادي عليك اعتمادي. طب اروح فين يا عم اسامه واجي منين؟ ده انا نفسي اغوى الحمام الزاجل ونفسي اربي الحمام الزاجل واطير الحمام الزاجل ونشر الحمام الزاجل. قلت له روح مقر جمعيه الحمام الزاجل في القاهره. قال لي وبعدين؟ قلت له امشي بالطريقه اللي هقول لك عليها دي، بقى بسم الله ما شاء الله عضو من اعضاء جمعيه الحمام الزاجل بالقاهره، وله اسم رنان انا مش عايز اقوله، بس احنا ما زلنا اصحاب.
فاتصل بيا في العيد الكبير اللي فات يقول لي انا يعني شاكر افضالك، 5 سنين في الجمعية، بعد اول سنة بقالي 4 سنين باخد مراكز، بقالي 4 سنين باخد مراكز في الجمعية. ده يرجع لإيه؟ يرجع ليه هو، ليه هو، ان هو حب يفهم يروح فين، فانا وجهته للمكان الصح. فايا كانت ايا كان مكانك، عايز تغوى زاجل، هو تغواها اليومين دول شهر 8 كده، شوف الاعضاء فين، بيجتمعوا فين وانهي جمعية، وروح اشتري منهم يا نجم. شوف بقى الحلويات، وربي، واسألهم اربي ازاي، ونش ازاي، والساعة كام وامتى، واطير ازاي، والرمي اصوله ايه، ومن انهي مسافة، وانهي اجواء ارميه فيها، شمس ولا مطر ولا حر ولا برد ولا سقعة ولا ايه ولا، فاهمين؟ اكتسب الخبرة طول ما انت قاعد مع اصحاب هذا المجال من خبرات. في عندك متسع من الوقت، ادخل البيت من بابه، جمعية الحمام الزاجل في محافظة كذا. لو انت من اسوان قول جمعية الحمام الزاجل في اسوان، هتلاقي نفسك مع اباطرة الجمعية في اسوان، المنيا، الاقصر، سوهاج، فيوم، اي حتة، شرقية، قاهرة، دسوق، دمنهور، بحيرة، اسكندرية، اي حتة، بورسعيد، اي حتة، كل مكان فيه غواي وعالم محترمة وتقيلة، فانت هتلاقي نفسك محطوط من ضمن الغواية المحترمة التقيلة، وانت اللي رايح تخبط عليهم بابهم. فزي ما باب المجال اسامه بيرجو ترمس واللي يصلي على النبي يكسب، بيقول لك خش البيت من بابه عشان ترتاح. واحلى مسا عليك، والحمام الزاجل هيكسبك علاقات اكتر من علاقاتك لما بتنزل السوق، لان دي اعضاء واولاد اعضاء، وبتقعد وبتفهم ده مين، وارقام موبايلات وحوارات، وبتروح زياره وبيجي لك زياره دنيا يا باشا، دنيا يا باشا. اسامه بيرجو تلمس لما بيقول لك اعمل، حاول تنفذ، عشان الوقت مش في صالحك. ها، يا دوبك سنه هتترمي من عليك تغوى فيها الحاجات دي، وبعد اول سنه تبتدي ترمي وتاخد مراكز. ولما تمسك الكاس ادعي لي وقول اخويا اسامه بيرجو الكبير هو السبب في ان انا اقف معاكم دلوقتي. السلام عليكم.